السلام عليكم. النهاردة هقدم لكم 3 وصفات سهلين جدا جدا، بدون فرن، بدون وقت ولا عذاب، وبسرعة بسرعة. يلا نجيب اول حاجة الكريب السريع على الطاسة بمنتهى السهولة. معانا 3 كوبايات من الدقيق، ومعانا عليهم رشة ملح بسيطة وشوية فلفل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وصفة سهلة جدا ولذيذة جدا وسريعة جدا. كل الوصفات اللي هقدمها لكم في الفيديو ده سهلة وبسيطة، وهتلاقوها ما فيهاش اي تكلفة ان شاء الله. وحطينا شويه كمون بساط، وهنبتدي نعجن بالميه زي ما انتوا شايفين. حطينا كده كوبايتين ميه، ونبتدي نقلب على الثلاث كوبايات دقيق، ولغايه اما اوريكي الخليط هيبقى عامل ازاي. لغايه لما نوصل للخليط ده كده هوريهولك. هنقلب كويس عشان ميبقاش فيه تكتلات. سهله عليكي لو انت هتضربيه في الخلاط، ما فيهاش مشكله، بس انا عايزه اوريكي ان سهله اهوت بالمضرب اليدوي ومفيش اي مشكله. وهنبتدي نقلب كده لغايه اما نوصل للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. هتبقى العجينة ولا سايلة قوي ولا جامدة قوي. تمام زي ما انتوا شايفين كده، ان هي على المعلقة ما تبقاش شفافة. شايفين المعلقة مش شفافة قدامي. هبتدي احط كمان بقى صغير وابتدي اروح اشتغل. يلا بينا. معلش كمان في ذرة من السكر عشان يبقى في تعادل بين السكر والملح. ونبتدي نقلبها كده ونروح بينا نشتغل. تمام. طبعا ما حطيناش ولا خميرة ولا اي حاجة. هنحط هنا نقطة من الزيت ونمسح الطاسة بتاعتنا كويس قوي. هبتدي اشتغل بسرعة شوية، ونبتدي ننزل كده بالمغرفة بتاعتنا على قد ما انتي عايزة، او على قد طاستك. عايزة كبير عايزة صغير، بس انا عملت على قد الطاسة بتاعتي. وهبتدي اشتغل زي ما انتوا شايفين، مفيش ثواني كده. بسم الله ما شاء الله. هبتدي على نار هادية يا جماعة زي ما احنا متفقين. هبتدي اي حشو عندك طبعا انت عايزاه تمام التمام. هبتدي اشوفه كده اهو لسه ما اتحمرش. هبتدي اقسمه كده زي ما انتوا شايفين، وهحاول ان انا اخليه زي التلات ارباع كده. هحط الحشو على التلات ارباع وهسيب ربع. كان عندي هنا لانشون قطعته، وطماطم. طبعا الحشو اللي متاح جوه البيت اعمليه. وطماطم، عندك فلفل، عندك زيتون، عندك اي انواع جبن، كله تمام. يعني انتي وحركاتك وتكاتك في الاكل بتاعك. وزعت كده شوية رومي على شوية شيدر على شوية موتزاريلا. طبعا حبات 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 هيعملوا كمية كبيرة وهيعملوا لك أرغفة كتير. معانا كده كام كيس من المايونيز وكام كيس من الكاتشب، يعني كل ده ما كلفش علينا حاجة. وهنبتدي شايفين دي. هبتدي كده اجيبها على الطبقة دي زي ما انتوا شايفين كده، جايبين الفاضي. وهنبتدي نقلبها كده ونقلب التالتة. تمام. طبعا مفيش اسهل من كده. كريب اهوت معمول قدامك اهوت بمنتهى السهولة. مرة واحدة، مش هنشيل ونحط ونشيل ونحط، لا هنعمله مرة واحدة بس في الطاسة، وبسرعة وبسرعة الصاروخ ما شاء الله عليه. تعالى اوريكي واحد كمان وبسرعة. بصي الناحية التانية وهتلاقيه صح من جوه وتمام التمام. حط اي حشو عايزاه، فراخ، سجق، اجبان، اللي انت عايزاه زي ما انت بتشتري من بره. يلا بينا نعمل واحد تاني كده على السريع، وهوريكي مرة كمان عشان يبقى سهل ليكي. شوفي ان انا بقطعه ازاي وبغلفه ازاي، سهل وبسيط والله. ما اخدش مني حاجة، بسرعة بسرعة، وكان طري ما كانش ناشف، كان طري جدا. هنا بقى انا ابتديت حطيت حشو تاني. كان عندي سوسيس بسيط كده زي ما انتوا شايفين اللي هو الميني. قطعته كده، اخد بتاع حوالي صابع واحد صغنن خالص. يعني اللي موجود في البيت واللي متاح اعمليه. انا حطيت لك لانشون، حطيت لك سوسيس، عندك بواقي فراخ، بواقي لحمه، اي حاجه مت عايزه اجبان. بس بصي المتاح ليكي كبده، سجق، اي حاجه. ابتديت احط الاجبان برضو والكاتشب والمايونيز عشان يديله طعم حلو. عندك زيتون برضو جميل قوي معاه. وهبتدي هتشوفيني دلوقتي وانا بطبقه عشان يبقى كده شفت تاني مرة يبقى سهل ليكي التطبيق. شايفين ما شاء الله جميل ازاي.
مفيش اسهل من كده على ما اظن، مفيش اروع من كده، سهلة وبسيطة. وهسيبكم كده اتفرجوا مع الفيديو اللذيذ اللذيذ جدا دوت لغاية ما نشوف الوصفة التانية. نتفرج بقى من جوه كده عامل ازاي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، بصوا روعة روعة روعة، جميل جدا جدا وبألف هنا وشفا. وجربوه ما تنسونيش في تعليق حلو منكم ودعمكم واللايك. ويلا بينا على الوصفة التانية. كريب بدون بيض بس حلو جدا جدا جدا. بصي مش قادرة اقولك على طعامته وحلاوته، وبرده في الطاسة. شغلنا النهاردة كله في الطاسة، وسهل وبسيط ووفير، ومش هتلاقي احلى من كده. بصي ما شاء الله عليه، طري ازاي مش ناشف، ما هو من غير بيض. وطري ازاي، تعال نشوف مقاديره السهلة البسيطة وجماله وحلاوته. يلا بينا. معانا هنا كوباية من الدقيق، وعليها 3 معالق من السكر. طبعا مش هيفرق اي سكر طبعا ما عدا السكر البني، فاتح او غامق مش مهم، بس المهم السكر بني. وعلى كل كوباية دقيق كوباية وربع لبن. تمام، المقادير كده تمام مظبوطة. بس طبعا زي ما احنا متفقين في دقيق يختلف عن دقيق. معانا كوباية وربع لبن على كوباية دقيق، ده الكريب الحلو. زي ما انتوا شايفين كده ابتدي ادوبه تدويبة بسيطة وسهلة. شايفين، سبت بق صغير من النص، من الربع قصدي، انا اسفه. ابتديت اقلبه كده وادوب كل الدقيق عشان ما يبقاش فيه حتت او تكتلات من الدقيق. وابتدي اصبه كده عشان افرق بين اعمل شوكولاته واعمل عادي. هنا جبنا معلقه كاكاو بسيطه ونبتدي نقلبها عشان ندوبها مع بقيه الكريم. هنحط طبعا معلقه ميه بسيطه او معلقه لبن، نستبدلها باللبن علشان طبعا الكاكاو بودر. هنبتدي نقلب كده زي ما انتم شايفين الخليط بقى جميل جدا. يلا بينا على طاستنا الجميله ونبتدي كده نهنة زيت بسيطه، هي اول مره بس مش هندهنها تاني طبعا. ونبتدي ننزل بخطوط حلزونيه كده. ممكن تعملي اللي انت عايزاه، خطوط حلزونيه كده زي ما انت شايفه. هتبتدي تمسك نفسها هي. طبعا بتضيقيها شويه لان انا موسعه الخطوط جدا اهي. هتبتدي تنشف ونبتدي ننزل عليها بالخليط بتاعنا الابيض عشان تبقى شكلها حلو جدا. رققي على قد ما تقدري لان الحلو بتاعه حلو جدا جدا جدا. ما ينفعش يبقى الكريب بتاعه تخين شويه زي حتى الحوادق. زي ما انتوا شايفين ابتدى ينشف اهو. اقلبه على الجنب التاني اهو. بصوا طري ازاي، ما اتكسرش مني واتنى وما اتكسرش. وابتديت حتى اوريهولك تاني، وهبتدي تاني واحد وهعملهم كده ورا بعضهم في السريع بسرعه بسرعه. ما خدوش مني اي حاجه كده، عملنا لهم الحادق والحلو مره واحده. وبصي مفيش اجمل من كده بصراحه، وسهل جدا ووفير. كل ما قدرنا وفير. عايزه اوريك ان انا حطاه ومغطياه بفوطه عشان يفضل زي ما هو طري. طبعا بقى من كريب الشوكولاتة نزلت بيه كده وفردته زي ما حضراتكم شايفين، وهعمله رغيف لوحده. بس بصراحة طلع احلى واحد، طلع طعمه جميل جدا جدا. وهنا عنده نوتيلا ابتديت احشي بيها اي حشو انت عايزاه. نوتيلا عندك، شوكولاتة عندك، سبريد، بصي اي حاجة متاحة. وبصراحة هو اصلا لوحده طعمه جميل. عندك عسل عندك زبدة، احشي باللي انت عايزاه. طبعا هنخلي التاني ورا، الخطوط ورا، ونبتدي نحشي من جوه. ده كندر سبريد برضو كنت جايباه، بس بصراحة طعمه حلو جدا. هبتدي الف واطلع للولاد بره، احط في اللانش بوكس. حاجات سهله وبسيطه بصراحه، ما بتاخدش تكلفه. وهرشه كده بالصوص، قدمي لضيوفك، سهل جدا وبسيط. ومفيش احلى من كده طبعا. ومتنسيش برضو اللايك والشير. ويلا بينا نشوف الوصفه الثالثه. هسيبكم بس شويه تشوفوا الجمال ده ونروح للوصفه
ندخل بقى على ألذ وصفة، الوصفة التالتة بتاعتنا، البيتزا اللي في الطاسة، اللي مش هنتعذب، مش هنعمل نعجن ونشكل وندخل فرن ونطلع، لا، منتهى السهولة في الطاسة وعلى السريعة. بصوا بصوا، بسم الله ما شاء الله، بصي بصي الجمال، طرية ازاي، مفيش اطرى من كده بجد، لذيذة جدا. تشوف مقاديرها البسيطة. معانا من هنا 3 كوبايات دقيق، وعليهم معلقة من الخميرة زي ما انت شايفة بس مش مليانة، تمام. وهناخد كمان معاها لو متاح معلقة لبن بودر، ومعانا ذرة ملح بسيطة، ومعانا كمان معلقتين من السكر، ونبتدي نقلبهم كده، كل المواد الجافة نقلبها مع بعض، ونبتدي ننزل واحدة واحدة بالمية الفترة بتاعتنا. ميتنا تبقى فترة يا جماعة عشان ده فيه خميرة. طبعا العجين ده او سايل، بس مش هيبقى نفس القوام بتاع الكريب اللي فات. هنبتدي كده نشوف، ننزل واحدة واحدة لغاية اما اوريك القوام عامل ازاي، تحس ان هو لازق كده وتقيل شوية، مش زي التانية خالص. وهوريها لك اهو. ابتديت اضيف المية شوية شوية على حسب دقيقك زي ما انا عرفتك. وبصي هوريكي عامل ازاي. بص انا سبت قد ايه، سبت ربع المية، يعني يعتبر اخد كوباية وربع او كوبايتين وربع. وهنبتدي نقلب. شايفة القوام تقيل ازاي؟ القوام بتاعنا تقيل شوية، تخين شوية، شايفاه؟ نبتدي بقى نشوف شغلنا. هنجيب هنا في طبق لوحده شوية اجبان كده. طلعت من الفريزر، طبعا انا بجيب الكيس بيبقى عروض طبعا محطوطة، بجيبها وبخزنها في الفريزر، طبعا الكيس بيعمل معانا كتير. طلعت شوية شيدر على شوية موتزاريلا كده، او رومي، عندك اي نوع جبن انت متاح عندك في البيت هتستخدمي. معانا فلفلاية واحدة وحباية طماطم، وقطعتهم صغنن صغنن زي ما انتوا شايفين. بس الطماطم زي ما انا وريتكم كده بعصرها من المية بتاعتها، ما يبقاش فيها مية عشان البيتزا ما تبقاش طرية، مش طرية، ما تبقاش شاربة مية يعني. وهبتدي اقلبهم مع بعض. طبعا انت زي ما انت شايفاني كده زي بتاعه الافران، انا مش حاطه فيها اي لحوم. انت طبعا اللحوم دي اضافاتك انت وابداعاتك انت حره. لو هتعمليها للبيت زي ما انت عايزه، تعمليها شغل اونلاين زي ما انت شايفاني كده هي بتتعمل كده. ولو طبعا فيها لحوم بتبقى بسعر تاني خالص. هنبتدي الطاسه بتاعتنا، وزي ما انت شايفه ما دهنتهاش حاجه خالص. نزلت كده بوحدات البيتزات. بصي بصي قوامها عامل ازاي، بيمط كده شوية، القوام بتاع العجين بيمط شوية. وهبتدي انزل بيهم كلهم كده واحدة واحدة، املى الطاسة بتاعتي. شايفين الفقاقيع دي اول ما بتطلع؟ انا مجهزة هنا معلقتين صلصة او معلقتين كاتشب، او المتاح عندك في البيت ده او ده، المهم ميبقاش فيها حاجة سيولة. او صلصة طماطم ما تنفعش طبعا خالص، لا كاتشب لا صلصة. شوفي اول ما الطراطيف بتاعتها كده ابتدت تنشف واللي في النص لسه ابيض، هبتدي في الوقت ده احط الصلصة بتاعتنا، تمام. هبتدي اهو احطها وادهن واحدة واحدة. طبعا النار هادية، كل ال3 وصفات اللي احنا قلناهم النار بتاعتنا هادية يا جماعة. وابتديت انزل كده على كل البيتزات الصغننة الجميلة ديت. بصراحة كانت تحفة وخلصت في ثواني. يعني عندك 3 وصفات منقذين جدا للوقت، ممكن توديهم في المدرسة، ممكن للنادي، ممكن للعشاء، ممكن للفطار. وصفات مش هتاخد معاكي اكتر من نص ساعة، ده كتير طبعا قوي، واقل من نص ساعة كمان. شايفين زي ما حضراتكم شايفين كده؟ خلاص هي يعني خلاص كده استوت، وابتدت الجبن كمان تسيح لانها بتسيح بسرعة جدا. شايفين؟ عايزة اوريها لكم، ساحت اهي، الجبنة ساحت. ما فصلتش الفيديو زي ما احنا شايفين. خلصت الكمية وبسم الله ما شاء الله، بجد 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 اروع بيتزا دقتها، خرافية خرافية خرافية. بص الجمال، بص الجمال، طرية جدا ازاي، مفيش احلى من كده صدقيني. ما تنسينيش في تعليق حلو واشتراك، وقول لاصحابك عشان القناة تكبر وعلشان نكبر بيكم. بصي مش عايزة بصراحة، يعني جميلة جدا جدا وطرية جدا، اخده كمية جبن بسيطة جدا والله، بس طلعت روعة. واشوفكم على خير، واشوفكم فيديو جديد، وباي باي.